النهارده هنجرب مع بعض المتكندرة من بلبن، وهنقارنها بكيكة البندق بتاعت وزير الحلو. جبنا المنتجين اللي نازلين شبه بعض وهنشوف انه فيهم احلى. هنبدأ بالمتكندرة اللي عاملة ضجة بتاعت بلبن، بتيجي بالشكل ده. الباكج بتاعها عامل كده، الباكج لذيذ وبيجي معاها الكب ده. الكب ده المفروض فيه الصوص بتاع الكندر. هم واخدينها طبعا زي ما انتم شايفين من فكرة بس الشوكولاتة بتاعت الكندر، وهم عاملين المفروض شكلها بالظبط. والصوص جاي كده. تعالوا نفتح ونشوف. بسم الله. بصوا يا جماعة، بس شكلها عامل ازاي. شايفين هي حجمها كبير مش صغير، والمفروض ان ده في حجم اكبر منه. انا جبت ده الحجم الصغير بتاعها. في منها اللي هي 4 قطع من دي تعتبر قطعتين. بصراحة شكلها حلو، بس تعالوا ندوق ونشوف، ودي اهم حاجة. ماشي، هندوق الاول من غير الصوص. احاول اقطعها من النص كده. هما كان المفروض بيجي معاها قطعه كده في الفيديوهات اللي شفتها، بس هي مش موجوده معاها الحقيقه، فاحنا قطعناها بالمعلقه عادي. بصوا شكلها، هي عباره عن كيك فادج تحت، والمفروض ان ده موز بندق، وفي كرانش في النص، وبعد كده متغطي بالشوكولاته اللي احنا شايفينها دي. تعالوا بقى نقطع كده وندوق. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا هي لذيذة، سكرها مش عالي. الجزء الكرانشي اللي في النص فيه منه حتت مش مقرمشة قوي، يعني نص ونص كده. الصوص اللي في النص، الصوص البندق ده حلو لذيذ وناعم وكل حاجة، بس هو مش مديني طعم الكندر او طعم البندق قوي. بس هو في العموم لذيذ، كأني باكل قطعة جاتوه مثلا موس بالشوكولاتة بكده يعني. تعالوا نحط عليها الصوص يمكن يفرق. الصوص جاي زي ما انتوا شايفين، هو سايل كده. نحط هنا كده. برضو الصوص حلو، بس هو مش طعمه برضو كريمة بندق. زي ما يكون طعم الشوكولاتة بيضة شوية بهنت بندق بسيط قوي كده، يعني جاي في الاخر وخفيف شوية. بس هو ستيل الموضوع على بعضه طعمه لذيذ حلو. حلو ولذيذ، يعني منتج حلو، بس ما تستنوش منه طعم كندر خالص، هو بعيد تماما عن الكندر.
بعيد قوي يعني، لكن هو منتج لذيذ. تعالوا بقى ندخل على كيكه البندق من وزير الحلو. وكيكه البندق دي المفروض ان هو المنتج المشابه ليه، هي جايه قطعه واحده هنا كده. استنى افتح لكم. بصوا، تعالوا ايه ندوقها برضو. هما طبعا جايبين معالق، وجاي معاها برضو الكب بتاع الصوص ده، المفروض انه كب كندر. ودول قايلين يعني في بلبن قايلين ان هي موز بندق. هنا قايلين ان هي المفروض كيك سبونج، والمفروض ان هو موز كندر، هم قايلين كده، والصوص صوص كندر. فهنشوف. انا يعني على قد ما انا شايفه الكيك السبونج فعلا، وشايفه كريمه، يعني حتى لونها على ابيض شويه. فهندوق شوف. بسم الله. في كراميل جوه، استنوا نحط الصوص واقول لكم بقى في الاخر. هو طعمها حلو، بس هي سكرها ازيد شويه من بلبن. هنحط الصوص بقى ونشوف. الصوص برضو خفيف، بس هو اتقل شويه من قوام بلبن شويه، بس مش قوي. بصوا للامانه هنا طعمها برضو كانها قطعه من الكيك عليها موس من جوه، او كريمه بطعم، فيها طعم بندق بصراحه. يعني طعم البندق هنا واضح عن طعم البندق اللي بلبن، بس هو سكره زياده. وفي نفس الوقت الكومبو كده على بعضه حقيقي عجبني في بلبن اكتر. يعني انا ممكن اطلبها تاني من بلبن، بس مش هكررها تاني بصراحه من وزير الحلو، بدون مبالغه. يعني انا قلت الصراحه الاتنين حلوين، بس انا بميل اكتر لبلبن. التركيبه نفسها على بعضها، سكر فيها اهدى شويه، الطعم فيها على بعضه ألذ. لكن لو عايز طعم بندق واضح اكتر، هاتها في ايه وزير الحلو. بس انا ما عجبنيش السكر فيها شويه بصراحه. بس كده انا جبتها من على طلبات، من طبعا ممكن يكون اغلى شويه من لو جبتها من بلبن نفسه. جبت المتكندره ب 160، وجبت كيكه البندق ب 100 جنيه او 99 حاجه و90 كده يعني. بس كده، دي كانت تجربتي من بلبن ومن وزير الحلو، المتكندره وكيكه البندق. انتوا بقى جربوا زي ما انتوا عايزين، وبرده اللي يجرب حاجه يا ريت يكتب لي في الكومنت. باي باي.